لو بتحبوا الأكل سبايسي الفيديو ده ليكم النهاردة. هنعمل هريسة الشطة بطريقة بسيطة هتديكوا نفس طعم البرطمانات الجاهزة، حلوة قوي للتتبيلات والدب لذيذ جدا جنب أي أكل. قبل ما نبدأ، أنا نسمة يسري ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. دول 2 كيلو فلفل حامي، استخدمت نوعين من الفلفل. كل ما نغير في الأنواع هيدينا نكهة وطعم مميز أكتر. هبتدي أشيل الجزء الأخضر ده بالسكينة ونبتدي نشيل البذور اللي جوه بالشكل ده. لو تحبوا تسيبوها وما تشيلوهاش براحتكم، هي بتخليه سبايسي أكتر. هخلص بقى الكمية كلها، بعد كده هنقطعه. هبتدي بقى أضربه في الفود بروسيسور لحد ما يبقى بالشكل ده. لو انتوا مش عايزينه حامي قوي تقدروا تعملوا ميكس بين الفلفل الحامي والفلفل البارد الأحمر. هزود عليه 5 فصوص توم واضربها معاه. للكمية اللي أنا عملتها دي هحتاج 2 معلقة كبار ملح، 2 معلقة كبار سكر، ربع كوباية خل، 2 معلقة كبار صلصة، ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة ملح ليمون، ولو تحبوا تزودوا بابريكا هتحطوا 2 معلقة كبار. هرفع كل ده على النار بقى وأقلبه كويس قوي. أول ما يبتدي يغلي بالشكل ده هوطي النار. كل شوية بقى هنتابعه ونقلبه على نار هادية عشان ما يتحرقش. هتلاحظوا كل شوية ان المية بتبتدي تتبخر والكمية بتتركز اكتر. ده شكله بعد ساعة على نار هادية وكل شوية بقلبه. اول ما نوصل للقوام ده ابقى عرفت ان هو خلاص جاهز. مهم قوي ان المية كلها تتبخر منه عشان نقدر نحتفظ بيه فترة طويلة من غير ما يبوظ. كده خلاص هرفعه من على النار. هنجيب بقى برطمان معقم. البرطمان ده بياخد كيلو. هناخد البرطمان وهنزل فيه الهريسة وهي سخنة زي ما هي من على النار. هملى البرطمان كله على الآخر كده، وبعدين هغطي الوش بالزيت كويس قوي عشان يعزل الهواء عن البرطمان. هقفل البرطمان وهو سخن، وبعد شوية هتلاقوا الغطا عمل كليك كده، ده معناه انه خلاص البرطمان مقفول. دي الطريقة اللي بيحفظوا بيها المعلبات، بتكون سخنة بتحط في البرطمان وبتتقفل. بسيبه يبرد شوية بره واحطه في التلاجة. تقدروا تحتفظوا بيه 3 شهور على رف التلاجة، بس لما ناخد منه ناخد بمعلقة ناشفة، ولما نخلص نحط عليه زيت تاني. لو عايزين تحتفظوا بيه مدة أكبر يبقى في الفريزر. شكلها شهي جدا، طعمها خطير. تقدروا تستخدموها بقى في تتبيلات اللحوم، وكمان طعمها حلو قوي جنب أي أكل. صوص حلو ليه طعم ونكهة خطيرة، مش بس شطة مفرومة. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.